غرق شاب تونسي خلال تصوير فيديو على تيك توك. اختفى شاب تونسي في البحر بعدما قفز إليه خلال استعراض مع أصدقائه بهدف تصوير مقاطع فيديو لنشرها في موقع. عمليات البحث متواصلة عن الطالب الجامعي عمر بن عطية بعدما اختفى في البحر عقب قفزه من منطقة صخرية. وكان الشاب العشريني برفقة أصدقائه الذين يدرسون في إحدى جامعات ولاية المنستر في نزهة بحرية بدأت بالقفز إلى عرض البحر من فوق صخور تقع في مكان عال، ثم توثيق المشاهد والتجربة في مقاطع فيديو لنشرها على تطبيق تيك توك. وخلال قفز الشبان انتبهوا أن صديقهم عمر قفز ولم يعد إلى الشاطئ مرة أخرى، واختفى وسط الأمواج وسط قلق عاشوه على مصيره قبل إبلاغ فرق النجدة. وتبحث فرق النجدة والإنقاذ وجهاز الحرس البحري منذ مساء يوم أمس الأول الاثنين في المنطقة التي شهدت الحادثة ومحيطها في البحر دون أن تتمكن من العثور على الشاب. وتواجه جهود البحث صعوبات بسبب رداءة الطقس واضطراب البحر بسبب قوة الرياح لتتضاءل فرص العثور على الشاب. ويترقب كثير من التونسيين معرفة مصير مواطنهم بعد انتشار أخبار الحادثة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط قلق من الحوادث التي تتسبب بها مواقع التواصل الاجتماعي التي تغري مستخدميها بالتصوير. بينما يتواجد ذوو الشاب القادمون من منطقة عقارب في المنطقة التي اختفى فيها ابنهم على أمل معرفة أي معلومة عن مصيره